واش الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نهضروا على البلان ديال الياس المالكي اللي طاري ليه مع الامازيغ. غتكون غالبا سمعتي على المشكل اللي وقع بين الياس المالكي والامازيغ، حيت الياس كان طالع واحد اللايف وكيهضر، وفي واحد اللحظه داك اللايف غادي يخرج واحد الكلمه اللي نقدروا نقولوا تطليعه او سب او كما كيقول الكونسيبت، ما عرفتش كيفاش كنديروا نصنفوها، ولكن واحد الهضره اللي مسيئه على الامازيغ. واخا نخليكم معاه. شنح استغفر الله عليك الماء. الشنح كيبقى شنح، الشنح راه مخو صغير، مخو جيعان. من بعد ما قال هذا الشيء ناضت واحد الموجه كبيره من طرف الامازيغ، بزاف ديالهم اللي ما عجبهمش الحال، وهذا الشيء راه من حقهم، وهذا الشيء اللي زاد يكبر وخلى الصحافه تهضر عليه، وزاد هذا الشيء انتشر بزاف. مع العلم حنا عارفين الياس كيفاش داير وديما كيعجبو يضحك في اللايف، ولكن ماشي كلشي غادي يتقبل هذا الضحك ديالو وهذا النوع من الساركازم ديالو، وحنا عارفين هذا هو الكونسيبت ديالو اللي هو السب. ولكن كما قلت لك ماشي كلشي غادي يجي هذا الشيء عادي وغادي يعتبر غير تطليع وصافي، بحال البلان اللي وقع عليه مع جواد، حيت هو قال له غادي نوضع بك شكايه. يعني ماشي اي واحد غادي يتقبل داك الضحك ديالك وغادي يدوز عادي، كل واحد وكيفاش داير الشخصيه ديالو. وانتم في نظركم واش هادشي عادي ولا لا؟ ما خصوش يضحك في حال هاد الامور، خصو يعرف الحاجه اللي خصو يضحك فيها والحاجه اللي ما خصوش يضحك فيها. واش في نظركم الا خرج بواحد الاعتذار غادي يطفى هادشي كامل وغادي تدوز الامور بسلام؟ حيت جريده هاسبريس خرجت بواحد الخبر كيقول بلي اليوم فعاليه الامازيغ وضعوا به شكايه. صراحه ما عرفناش هادشي كيفاش غادي يسالي حتى نشوفوا في الايام القادمه شنو غادي يطرا. خليوا لي الراي ديالكم في الكومونتيرات. ما تنساوش كان هو هذا الفيديو عجبكم خليو واحد لايك، تابوناو عندي، تهلاو.